أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، حلقة اليوم في سلسلة أغرب كائنات الكوكب. إخوان، تخلطت عند الجوارين تخليطه ديال المعقول في الدعوه ديال ايران ملكله بعد ما حذف التدوينات المؤيده لايران اللي جابت لي انتقادات من الخليجيين. منافق تقلب 360 درجه. لا أنت بتهزر. والله كما سمعتوا الاخوان، ابو لهب ومسيلمه الكذاب الى نادوا من القبر غيضربوا الاسلام. جهنمي 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 جهنمي. خليونا نشوفوا هاد بوصبع ونكملوا الحلقه ديالنا. انتم اصحاب اللي هو حاكم سوريا، الرئيس تاع سوريا او خلى قال لهم نعطي تصريح للكيان الصوص باش يفوت عليا يضربهم. هادو اللي هنا وهم يقولوا لكم تعذروا بالظالمين بالظالمين، كاع تابعين للسي اي بلا ما نقول لكم. من لك ولامثاله. ما تقولوا لي شبك كاينه منها خرجوا المروك ادانوا ردة فعل تاع ايران. مرض نتوما ولا نورمال في راسكم؟ سافل. هادشي عادي الاخوان، خصوصا الا كان من عند خالد السلالات انتظر منه اي حاجه. اللي ماشي عادي هو هاد بوصبع جالس كيخرج في عينيه وهو ما فاهم تا وزه. سمعوا معايا الاخوان، سمعوا. تخلطت بين اسبانيا وامريكا. امريكا ولا ترامب يهدد اسبانيا بفرض عقوبات ولا قال لهم نعاقبكم، واسبانيا قالت له هز الطيارات تاعك يا ودي حكايتك. اسبانيا ترفض تزويد الطائرات تاعو بالكاربيرو و قالت له انا بلادي ماشي قواعد تاعك، ماشي قواعد تاعك باش تجي تضرب منها ايران. دول الخليج تعلموا منهم، تعلموا من اسبانيا. واش غنقول لك، والله ينعل ما يحشم. كنت قبل ما دير هاد الفيديو هذا دخل بحث وشوف واش اسبانيا فيها قواعد امريكيه ولا لا. وما عند بالهم القواعد الامريكيه مثلا الا كانت في شي دوله راه كتنقص من ديك الدوله. ما عارفينش هما راه تشحالوا في هاد الاستراتيجيه هادي. راه اوروبا كامله وفيها قواعد امريكيه يا بوصبع. نشوف معايا. المانيا قالك فيها اكبر القواعد الامريكيه. ايطاليا قالك تضم قواعد رئيسيه مثل قاعده افيانو الجويه. المملكه المتحده، بريطانيا قالك بها قواعد استراتيجيه حتى هي. اسبانيا بها قواعد استراتيجيه. ويجيبوا الصبع اللي ما محالش ليه حتى واحد يقول لك حنا عندنا النيف، حنا ما عندناش قواعد امريكيه. أبشروا الدنيا راهي تحركت. خلاص ورقد روح رقد. ودابا زيرو معايا السماطي الاخوان حيت الحلقه مبلبله. كاين الجديد في سبيطار الحماق وبطبيعه الحال غتكون معنا الحاجه. راه شي ميزان السي المونتاج. ثقوا بيا الاخوان الا قلت لكم هادو من الحظيره. يلا هادو راه قلت لكم بقى لي ما يقولوا عاش الملك اخ منه وعيني فيه. ها لي السي المونطاج زومي لي داك الحزام اللي دايرين. لا زيد زومي مزيان، زيد زومي مزيان. هاكاك شوفوا لي الشعار ديال المملكه المغربيه معلقين هنا. اقسم بالله الا جزائريين هادو. غناء مغربي وكلمات مغربيه واللباس مغربي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوا تبارك الله، شحال لكم الغنى غير ساهل. السلعه كيما هذه كاينه غير في الجزائر في قصدنا، راه ما تسال من ربي. هي بابا، هي بابا الميطره. شوف مليح الميطره حبيبي شوف. وبطبيعه الحال غتكون عا في الحظيره. فين غتكون؟ شانطي ديال الفورمولا 1. تفكر ديك القضيه ديال قال لك حنا سرقنا لهم الاعمال السينمائيه ديالهم في هذا رمضان. مشيت بديت كنبحث على الاعمال السينمائيه ديالهم وانا نلقى واحد القيطه. ديك القيطه الاخوان اثرت فيا بصراحه. شوفوا معايا وركزوا معايا على الممثل منين غادي يبكي. ديري في بالك باللي عندنا دلائل كلش، ما كان لا تكذبي سينو تخلصيها غاليه كيما لازم الحال. يلا سيروا تعالجوا اذا فيك مرض ولا شيء، سير تعالج يا اخي. انت الهيوش ما عندهمش شي حاجه سميتها المونتاج. دار عمل سينمائيه حسره.
وهذا عيب عليكم، فضحتونا قدام العرب. فرنسا لم تعذب الشعب الجزائري. لا، فرنسا لم تعذب الشعب الجزائري. راح تقول لي أستاذ كيفاش راك تقول لي اتباع سياسة الأرض المحروقة ومن تقول لي فرنسا لم تعذب؟ لا لا لا، شكون اللي قال فرنسا عذبتكم؟ فرنسا ما عذبتكم، عطيتوا لها بخاطركم. في إطار التبادل العيني للسلع والبضائع بين تجار البلد. الإخوان بعد ما حطينا البارح داك الخبر ديال الحظيرة قال لك السوردو الأغنام والأسماك من موريتانيا، دابا شوفوا لي المسقي. اسمع لدينا مع الدولة الشقيقة النيجر ادينا تمر وجبنا الأبقار وجبنا الغنم في بلاصة التمر. ادينا مادة الصابون المنتوج محلي، ادينا التمر، وقمنا باستيراد الأبقار والماشية من الإبل والبقر والغنم. في المقايضة ما تكلفش خزينة الدولة أموال، لأنه عبارة عن سلعة مقابل سلعة. هذا هو أنبوب الغاز اللي قال لهم غيكون بعد رمضان. ها الناس صدقت رجعت العصر الحجري ولاو كيديروا المقايضة. اعطيني الماء نعطيك الزيت، نعطيك الزيت اعطيني التمر. عرفتوا داك البيع والشراء بالمقايضة الإخوة اللي كان بكري؟ هما رجعوا لي في 2026. رانا في ولايه اللي فيها ترامواي كاين منه 3 في العالم فقط. هذه الولايه تبعد عن العاصمه ب 800 كيلومتر ونديروا ساعه بالطياره باش نلحقوا لها. وهذه الولايه معروفه بهذه الحجره الكبيره اللي يسموها راس دي صاب. هذه الولايه معروفه بالقصر العتيق تاعها اللي فيه 7 بيبان، وهذا اللي ورايا يسموه المسجد العتيق، وباللهجه المحليه لهنا يسموه تمزقيده. وهاد خزعبلات كامله خليه ابار. تا كيفاش ترامواي كاينين عاد 3 في العالم فقط وعندكم نتوما؟ اخوان انا دخلني الفضول، دخلت لي كومونتير نشوف، بغيت نفهم. شوفوا لي اش كاتبين. شوف قال لك هاد الترامواي مقاوم للحراره، يعني مش عادي كما اي ترام. صافي سي مونتاج. انا كنت باغي نفهم كيفاش كاينين 3 في العالم وكاينين في الحظيره. دابا ملي دخلت لي كومونتير فهمت، وفهمت بان عندهم العلماء بزاف وكيفكروا بزاف بحال هاد خيناده. المهامات، ما معني المهامات؟ المهامات شيء متفارس الأفراع متقايس الأضلاع التي لا يساوي بأس 2 المضاعفات التي كس أو أس 2 المتقايس بين قوسين لا تعبد عتما بتما حتما إكما. المشغلات التي لا تبالى بالاقتراحات المسمى إليها. لا 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 سمعوا لي الاخوان، انا والله خويا كنضحك عفوا الاخوان، سمعوا لي وصافي هادشي اللي كاين. سير وطن سير. الكلاب مشاو مع الثوره. الكلب شوف يعني كيفاه فهموا مليح. هذاك الوقت في الثوره كاين عباد خانوا الثوره، وفي هذاك الوقت كاين كلاب مشاو مع الثوره. المثال اليوم الكلب تيتو. الكلب تيتو هذا يا جماعه في هذا الدوار في بني عزيز عنده 2 نبحات كيكونوا المجاهدين بايتين في الفيرما. اذا جاوا العسكر تاع فرنسا ينبح نبحه، واذا كانوا المجاهدين يسركلوا ينبح نبحه. صدقوا او لا تصدقوا، الكلب تيتو هذا قعد شحال من نهارات كيسمعوا به الحركه. المهم بعد الاقلاق المجاهد وبعد الشجره المجاهده والحجره المجاهده وزيد زيد زيد. دابا هاد القضيه اول مره غنسمعها الاخوان، انا والله الا اول مره غنسمعها رغم انني متابع المهابيل افريقيا. اول مره غنسمعها. الكلب المجاهد وبالضبط سميتو تيتو. ملي كيكونوا الفرنسيس كينبح مره، ملي كيكونوا المجاهدين كينبح 2 مرات. وهذا ما فراسوش ان واحد الكلب راه نساو باقي لدابا في 2026. راه لي شوفوا السي المونتاج. عاود تغلقها اخويا ما تغامرش بينا. هذا غيكون ولد هذاك الكلب تيتو المجاهد، وقولوا هذه كذبت فيها. فقولوا للعالم اجمع اننا لغير الله لا نركع،
قولوا للعالم أجمع أن أيدينا لغير الله لا ترفع. قولوا للعالم أجمع أننا لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لن نذبح. ولتعلم فرنسا قولوا للعالم أجمع أن إسبانيا كانت حاكمانا تشبعت ومشات على خاطرها. قولوا للعالم أجمع أن تركيا حكمتنا من مور إسبانيا تشبعت ومشات على خاطرها. قولوا للعالم أجمع أن تركيا بعتنا للفرنسيس وبقاو 132 سنة تشبعوا ومشاو وداروا لنا استفتاء ومشاو على خاطرهم. قولوا للعالم أجمع أن عندنا 12,000 ومليون و630,000 شاهد للنص ديالهم لقالق. يا ولدي يديك اكتفي، ألا تكتفي؟ يكفيك يا أخي، يلسي ارحمنا يا أخي، ارحمنا. وانا ماشي كنجيب شي حاجه من عندي، من فمكم كنلقم ليكم. انا عارف هاد اللحظه كنجبد لك الشهاده كتسخن لك الفرفاره. انا ما عنديش معاك الكرام ديال المشكل. عرفتي شنو انا في هاد اللحظه؟ شوف طاطا يا طاطا يا أولادي، طاطا يا طاطا يا أولادي، سوف نلعب نحو الوادي، سوف نلعب نحو الوادي. قولوا لي أنا ماذا تعرفون؟ قولوا لي قالك نحن لا نركع لا حول ولا قوة. بحال احنا ما كنعرفوكمش شنو كتسواو. كلامك على صواب أستاذ محمد. ودابا وصلنا عند الدحراجي. سنين الإخوان هو كيهاجم في الدول العربية وخصوصا كيهاجم في المملكة المغربية والبين سبور ضربة الطم. دابا ملي زبالة في هذيك التغريدة ونادى الرأي العام الخليجي كامل كيطالب بالتوقيف ديالو، شوفوا لي المنافق شنو دار. محى التغريدات كاملين وخرج بهاد التغريده هاديه. قالك اللهم احفظ قطر واهلها وكل بلاد المسلمين، اللهم امين. الله اكبر. بعد ما كان كيتضامن مع ايران اللي هي مولاة المشكل، بين ليله وضحاها دار التغريده. سبحان مبدل الاحوال. شوفوا لي تغريده اخرى. قالك حفظ الله قطر وجميع دول الخليج العربي وشعوبها من كل شر وملكله، ان لم تستحي فقل ما شئت. انت خايف على الحرم الماسون ديالك وعلى العشيق ديالها وخايف على قطر والدريهمات ديال قطر. انا غنقول لك ان لم تستحي فافعل ما شئت. العصر شفتوه البارح عندي في ستوري وبزاف اللي طلبوا الوصفه كل واحد كيفاش يديروا. حنا ما نديروش فيه اللحم وما نديروش فيه الشبح الصفراء، وهذا هو طاجين الحلول اللحم الحلول اللي نديروه حنا في الدار ونحبوه بهذه الطريقه. السلام عليكم. اللحم الحلول يطول بزاف معنا في رمضان، وصفه سهله مهله وبنتها كي العاده الهبل تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها حنايا في الدار نخدموها على طريقه الكيلات، معناتها نديروا كيله تاع الفواكه الجافه مع كيله تاع السكر. والفواكه اللي نستخدموهم هما الزبيب، انا نستخدم النوع اللي كبير واللي يجي شويه رقيق، نستخدموا المشماش، العينه، ونديروا الاناناس. والاناناس ماشي دائما نديروها معناتها مين داك. هنا جيت خيرت هذه الكيله نجي ندير فيها المشماش، الزبيب، نعمرها بالعينه وندير لها مام الاناناس كما راكم تشوفوا. ابخي نتوما زيدوا ونقصوا على حسب الفاكهه اللي تحبوها. كما راكم تشوفوا هذا هو الزبيب اللي يجي رقيق شويه اللي نستخدمه انا. نحط هنا بجهه الكيله تاع الفواكه الجافه ونجي ندير كيله تاع السكر، برك ما نعمرهاش حتى الفوق كامل، معناتها كيله ناقصه شويه. وانا اليوم خدمت بشويه كميات كبار. هنا فصلت العينه على الفواكه الاخرى. بس سير المونتاج حبس. تدرى قنبله موقوت هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أغلية محبوبات الجماهير. جبنا الحاجة نشوفوها. خليني من هاد الخزعبيلات هادي. عليكم ولادي، أنا درت الطبق تاعي المفضل. إخوان باش ما تقولوش ما نصحتكمش. اللي ما عندوش مع هاد المشاهد هادي حدو هنا ونتلاقاو في الحلقة الجاية، حيت هاد الفيديو راه بزاف. واللي مولف الحاجة بحالي أنا وكاع المتابعين شوفوا معايا. في هذا الشتاء هاني فقشت له حبة بيضة لهنا طيبتها شوية، وحبة بيض بلوز، والعدس هذا العدس هاني طيبت قدي برك وما مانيش عارفة. طيبت غير شوية بقدي وشوية تاع اللحم. هاي ناكلوه بنة عظيمة. هذا ينح كاع لاقريب، ينح الريح الهواء، هو لا بأس. قلبي نتقيا والله العظيم. المهم هذا راه سحور ديال الحاجة. واش نعتبروه نصيحة ولا نعتبروه سحور ولا نعتبروه إنا لله وإنا راجعون؟ شنو نعتبروه الإخوان؟
لنا سنة الحلقة ديالنا. كان معكم أخوكم محمد، السلام عليكم. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.